السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساكم. القضية ديال المسيرة الخضراء والخطة الجهنمية اللي صنعها كيسنجر وعرضها على المقبور الحسن الثاني باش يحتل الأراضي الصحراوية. هاد الخطة ديال المسيرة الخضراء أولا ما دارهاش الحسن الثاني. هادوك العياشة اللي كيدعوا علينا بالكذوب وكيقولوا لنا الفكرة ناتجة لعبقرية الحسن الثاني وكيروجوا هاد الكذوب باش يكلخوا هاد الشعب ويخليوه يأمن بهاد الدعايات. هاد القضية أكدتها لنا الصحف إسبانيا ونشرت تسريبات جابتها من عند الوكالات الاستخبارات الأمريكية بمكتب الدراسات الاستراتيجية بلندن، وصرحوا بأن صانع الخطة هو هنري كيسنجر، يهودي الأصل، وهو اللي بعث رسالة لوزير الخارجية البريطانية آرثر بلفور الذي بعث بها إلى لورد ريتشارد أحد زعماء الحركة الصهيونية سنة 1917 التي عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور، اللي سمح لليهود ببناء دولتهم داخل فلسطين. الخطة اللي داروها لفلسطين الخوت هي نفس الخطة اللي داروها للصحراء الغربية، وهاد المخططين دارهم شخص واحد اللي هو هنري كيسنجر. سمعوا مزيان واش تقول هاد الوثيقة اللي سربتها إسبانيا. تقول: لقد أراد الرجلان اللي هما كيسنجر والمقبور الحسن الثاني من خلال تلك المسيرة تغطية الاحتلال العسكري للصحراء الغربية واستنساخ الاستيطان الإسرائيلي لفلسطين انطلاقا من نفس الطروحات المزيفة للتاريخ، واختراق المزاعم والدعاوي في مشروعها التي انطلقت منها إسرائيل في مشروعها لاحتلال الأراضي الفلسطينية تحت شعار عودة الشعب المختار إلى وطنه، والذي استنسخه الحسن الثاني في شعاره استرجاع أقاليمنا الجنوبية. نفس الخطة اللي دارتها إسرائيل دارها الحسن الثاني. باش تعرفوا مزيان الخوت، هاد النظام العلوي راه مجرد نظام صهيوني 100%، وما عندنا حتى شك في هاد الأمر. والدليل على كلامي سمعوا واش يقولوا هادو جوج، كيسنجر والحسن الثاني. وليس في ذلك غرابة لما امتاز به الرجلان من حنكة وتآمر السياسي والدبلوماسي، يعني معروفين بالخبث والخداع، ولديهم علاقة وطيدة مع إسرائيل. اش كيعني هذا الأمر؟ هذا كيعني بأن المغضوب عليه الحسن الثاني راه صهيوني، والعائلة ديالو كلهم صهاينة وكلهم عملاء ومعروفين بالتآمر. وهذا كيسنجر اللي عطى الضوء الأخضر الحسن الثاني باش يحتل الصحراء الغربية معروف دوليا بالجرائم ديالو ومتهم في الكثير من القضايا، منهم قضية ديال القنبلة السرية ضد كمبودج اللي مشاو فيها الآلاف من الضحايا مدنيين خلال حرب الفيتنام، ومتهم كذلك في قضية دعم الدكتاتور الأندونيسي سوهارتو اللي غزو واحتلال تيمور الشرقية سنة 1975. في نفس السنة دعم الدكتاتور الحسن الثاني اللي غزو واحتلال الصحراء الغربية. كذلك متهم في قضية دعم عملية كوندور لتصفية الخصوم السياسيين للدكتاتوريات في أمريكا الجنوبية، ويعتبر أحد أعمدة اليهودية في العالم، حيث كرمه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في يونيو سنة 2012 بوسام شرفي مقابل خدماته الجليلة لإقامة دولة إسرائيل. أما المقبور الحسن الثاني كانت تربطه علاقة شخصية قوية مع نائب رئيس وكالة المخابرات الأمريكية آنذاك اللي هو جنرال فيرنون ويلترز، كما استطاع عن طريق مستشاره اليهودي أندري أزولاي أن يكون أقرب زعيم عربي لإسرائيل. لهذا اعتمد عليه كيسنجر كوسيط في اتفاقية كامب ديفيد لتطبيع العلاقات بين العرب وإسرائيل ولضمان المصالح الأمريكية في المنطقة المقابل حماية العرش الملكي. شفتوا يا الخوت هاد العلويين شنو هو الدور ديالهم؟ مجرد قرابيز وقوادين وكيخدموا لمصلحة أمريكا وإسرائيل مقابل الحماية من أجل البقاء على العرش. أقسم برب عرش العظيم هاد النظام راه مجرد نظام عميل وخائن مستعد يضحي ب40 مليون مغربي يطحنهم كاملين مقابل حفاظه على العرش. راه ما عنده حتى شي مشكل، مستعد يضحي بشعبه بأكمله وفي أي وقت، وكيضمن الحماية ديالو من الغرب.
قواد وعامل بامتياز. نكملوا هاد التقرير ديال الشوهة. عرفكم يا العياشة هاد التقارير كتوجعكم بزاف، ولكن للأسف أنا ما عندي ما ندير لكم. هذه هي الحقيقة ديال هاد النظام الخامج اللي كتعبدوه. سمعوا يا العبيد، لقد كانت العلاقات المغربية الإسرائيلية جد متشابكة، خاصة أن المغرب بعد استقلاله كان يوجد به 230 ألف يهودي، وهو ما يشكل نسبة 2.3% من عدد السكان المهلكة البالغ عددهم آنذاك 10 مليون نسمة. وكان الحسن الثاني متمسك باليهود لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية، لكنه أيضا كان على يقين أنه من خلال الجالية اليهودية وإسرائيل والمنظمات اليهودية في جميع أنحاء العالم يمكنه التقرب أكثر من الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية لدعم نظامه وبقائه على الحكم في المغرب. يعني الهدف من هذا الشيء كله هو الخضوع والانبطاح من أجل طلب الحماية فقط. ما كاين لا مصلحة بلاد ولا مصلحة شعب ولا شي قوادة أخرى. البقاء على العرش أهم من كل شيء. شفتوا يا العياشة هاد العائلة اللي كتعبدوها كيفاش دايرة؟ يا المكلخ حلل هاد الكلام مزيان وجاوب راسك لعل وعسى تفهم. أما هادوك اليهود اللي عندكم وكتفتخروا بهم وكتقولوا راهم مغاربة وخوتنا، سيدكم الحسن الثاني كان يبيعهم بحال الحوالة، باعهم $50 للراس. تقولوا لي هاد الشيء كذوب وما كاينش منه؟ ايوا سمعوا. وقد تم اتفاق سري بين الحسن الثاني والموساد يتم موجبه ترحيل 50 ألف يهودي إلى فلسطين كمرحلة أولى مقابل $50 للشخص، مع تسليم $500,000 مقدما. وبالفعل انطلقت أول موجة للهجرة الجماعية السرية لليهود المغاربة نحو فلسطين ليلة 28 نوفمبر عام 1961 بتسليم أول جواز سفر جماعي لعائلة يهودية بالدار البيضاء. وبذلك قدم الملك المغربي المقبور الحسن الثاني عشرات الآلاف من الإسرائيليين الأغنياء والعمال في الإدارة المدنية، علاوة على عدد كبير من الشبان اليهود لتعزيز الجيش الإسرائيلي في حربه مع العرب. هاد الشيء راه مقيد في التقرير. عمر راسك يا العياش مزيان، خصك ضروري تسمع هاد الشيء باش تعرف هذاك النظام اللي كتعبدو شكون هو الحقيقة ديالو. وكان الحسن الثاني سباقا من بين القادة العرب في استضافة الزعماء الصهاينة، حيث استقبل إسحاق رابين وشمعون بيراز في عام 1986، ونتيجة لخدمته الجليلة لإسرائيل استحق اسم أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس. والخوت سمعتوا شكون اللي سماه أمير المؤمنين وعطاه رئيس لجنة القدس؟ الصهاينة هما اللي عطاوه هذا الاسم، ماشي المسلمين، وهما اللي عطاوه يترأس على لجنة القدس. شوها وحق الله. قال لك سيدي عطاوه هذا الاسم عن جدارة ثقة الإسرائيليين اللي كانوا يعتبروه الحليف الأوثق للصهيونية، وكرموه بعد وفاته بإصدار طابعا بريديا يحمل صورته وبإطلاق اسم ملك الحسن الثاني على الشوارع في تل أبيب وبعض المناطق في إسرائيل. والعياشة ما زال باقين كيفتخروا بهذه الإنجازات العظيمة اللي قام بها المقبور الحسن الثاني، لكلها إنجازات تعتبر خيانة من الدرجة الأولى. واش نقول لكم يا العياشة؟ هزوا معايا يديكم ندعيو للحسن الثاني من هذا المنبر. قولوا معايا: اللهم احشره مع إخوته الإسرائيليين، اللهم ثبت قدميه بسلاسل من الحمم، وارجمه بنار من سجين يبقى فيها خالدين. قولوا آمين. وفي ختام هذا التقرير يقول إن المسيرة الخضراء كانت اجتياحا ديمغرافيا واستيطانيا وتغطية للاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، الذي كان مؤامرة دولية خلفيتها صراع المصالح الجيوسياسية التي نشأت بسبب الحرب الباردة اللي كانت بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، حيث كانت الدول تبحث عن تحقيق مصالحها وترسم الخطط والبرامج التي تسهر على تنفيذها.
لقد كان الشعب الصحراوي ضحية لتلك المؤامرة التي تم التخطيط لها بكل دقة بتواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا مع المغرب وموريتانيا، وكذلك تمويل من طرف بعض الدول الخليجية. هذه هي الحقيقة ديال المسيرة الخضراء اللي قام بها القواد والمقبور الحسن الثاني من أجل خدمة أسياده الغرب ومن أجل خدمة المصالح ديالهم. نقول لكم واحد القضية يا العبيد، هاد الشي كامل اللي داروا النظام ديالكم والأفعال الخبيثة اللي قام بها ومشى تعدى على الشعب الصحراوي واغتصب الأراضي ديالهم، وانتوما يا العبيد عجبكم الحال وباقين فرحانين بهاد الأفعال، والله ثم والله ربي ما غاديش ينساكم، وكونوا على يقين بأن المصير ديالكم لا يبشر بالخير. الله ينعلمكم الوالدين إلا فيكم درة وحدة من الإسلام والشرف. اتفوا عليكم وعلى اللي يتبعكم يا وجوه الدل.